بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلمنا في المرة اللي فاتت عن أيقونات الفيري، وأخدنا بوجه أخص أيقونة الماتيريال إديتور، وقلنا آه، إن إحنا نقدر نستخدم الديفيوز في اختيار الماتيريال زي ما بنختارها من الماتيريال هنا في الباك سكتش أب، وزي ما بنقدر نعدل عليها على الماتيريال من هنا. يعني لو جبنا أي ماتيريال زي ما قلنا المرة اللي فاتت نقدر نعدل عليها، نختار أي لون إحنا عاوزينه. دي ماتيريال نازلة من سكتش أب، أنا معدلش عليها. لكن لو أنا جبت أي ماتيريال من بره مثلا أيا كانت بعدل عليها من هنا، اختار الألوان، أو باجي من هنا بعدل براحتي أيا كانت. المهم إن إحنا اتكلمنا عن الديفيوز، وقلنا إن إحنا بنقدر نعمل بيها الشفافية بتاعة الجسم. زي ما قلنا المرة اللي فاتت عملنا حاجة زي الإزاز، طبعا مش عملنا ريفليكشن بس عملنا الشفافية، درجة الشفافية بتاعة الإزاز. النهاردة إن شاء الله هناخد حاجة برضه مرتبطة بالديفيوز، اللي هي مثلا لو أنا عندي مشهد فيه شجر كتير، فالشجر بما إنه فيه خطوط كتير فبياخد وقت في الرندر، لأن الرندر بيتعامل مع الخطوط. فهنا بنلجأ لطريقة إن إحنا بنعمل بيها شجرة بمادة. يعني أنت عندك صورة شجرة بنجيبها ونحطها وبنحاول نعدل عليها شوية تعديلات عشان تبقى شجرة عادية، أقرب للحقيقة وأكتر من الشجر اللي إحنا بنحطه بلوكات من سكتش أب أو بننزلها من الوير هاوس. فمثلا لو أنا عندي حاجة زي كده، نديها مثلا ماتيريال جرين، مش مهم السكيل بتاع الماتيريال دي. المهم مثلا لو أنا عندي شجرة زي دي كده، عاوز شجرة زي دي عاوز أدخلها السكتش أب على إنها بلوك شجرة، يعني تبقى بنفس النظام بتاع الشجر العادي اللي هو بنزله بلوكات. طبعا مش هتبقى خطوط، هتبقى مرة عادية هنشوف دلوقتي. فباجي هنا بروح ساحبها وأعمل لها دراج هنا كده، فبتنزل صورة عادية. نيجي هنا بس نوقفها سيمبل. هنلاحظ هنا إن الصورة مش جاية حواليها الفريم الأبيض ده، لأن أنا كنت حافظها بي إم جي أصلا من الأول. بنحفظها تي أي إف، صيغة تي أي إف أو بي إم جي، بحيث إن الخلفية بتاعتها متبقاش بيضة كده. يعني هنلاحظ إن مفيش أبيض هنا مثلا، ده برضه بي إم جي الصورة دي. نلاحظ إن مفيش فريم أبيض حواليها زي الصورة دي مثلا، دي هنلاحظ إن في هنا فريم لونه أبيض. فهنيجي الصورة دي زي ما قلنا بنعمل لها دراج هنا. لو جينا مرندر كده بقت شجرة عادية اهي. لو جينا مرندر هتظهر لنا الشجرة كده بس بالفريم اللي حواليها الفريم الأبيض ده، لأن أنا منزلها مابا مش منزلها كماتيريال أو كبلوك شجرة، فبتظهر الفريم الأبيض اللي حواليها ده. خلينا في البلوك مش لازم. طيب أنا عاوز أخلي الشجرة دي شجرة حقيقية، ولو كنا لاحظنا الظل بتاعها واخد الشجرة بالفريم اللي حواليها. يعني لو لاحظنا هنا هنلاقي الظل ظل كأنه ظل بلان اللي هو اللي حوالين الشجرة ده. في الشمس بتتعامل معاها أو الإضاءة بتتعامل معاها على إنها بلين
مستطيل، فبيبني له ظل مستطيل. فهنيجي من هنا، احنا المرة اللي فاتت خدنا الشفافية، نختار الماتيريال اديتور وقلنا بنظبطها من الألوان دي. اللون الأسود يبقى مفيهوش شفافية، شفافية بصفر، ولو خليناها أبيض الشفافية هتبقى 100%. آسف ما كناش اخترنا الجرين. فنيجي عاوز اختار ده، فاختار أداة البنتون هنا عشان ده بيتعمل بينزل كأنه لعبة بالفريم اللي حواليها، فبروح قايل له اكسبلود افجره، بعدين اعمله انا جروب، او بفضل ان احنا نعمله كومبوننت عشان لو احنا هنمسح الشجرة دي يبقى اي تعديل في اي واحدة فيهم يتكرر في بقية الشجر. كريت، ما اجي هنا ادخل اعمل اداة البنتول فتظهر لي هنا كأنها ماتيريال، واجي من هنا زي ما قلنا ان احنا لو بنتعامل مع الشفافية باللون الابيض والاسود كده هنلاحظ ان الشجرة بقت شفافة. طيب احنا زي ما قلنا مش عاوزين الفريم الابيض اللي كان بيظهر ده يظهر هنا، طيب هنا موجودة الصور بنهمك شوية. ايا كان زي ما قلنا ان احنا عاوزين نخلي الفريم الابيض اللي كان موجود ده يتشال او نخليه شفاف. عاوزين نخلي الفريم ده شفاف بحيث ان الشجرة تبقى موجودة. فبنيجي هنا على الشجرة دي ونحطها في الفوتوشوب دي عشان موجودة بتعمل ازاي، ونخلي درجات الصورة دي أبيض وأسود. الأبيض يبقى شفاف، عاوزين الفريم اللي هو الأبيض، والشجرة كلها تبقى أسود عشان ما يبقى الشفافية بتاعتها بصفر، والشفافية بتاعت الأبيض اللي بره ده تبقى ب100 فميبقاش باين منها حاجة. فهنيجي مثلا على Image Adjustment ونيجي نختار Exposure دي ونخليها للآخر فالصورة تسود بالشكل ده. هو هنا عشان الصورة كانت TIF أو PNG ميبقاش في حواليها فريم أبيض. لما نيجي نحفظ الصورة هنحفظها بJPG، أنا كنت أحفظها هنا، بقول له سيف، أقول له أيوه احفظها لي هنا. أوكي، فاجي لما أفتح دي هلاقي إن الفريم الأبيض اللي كان بيظهر بقى لونه أبيض والشجرة بقى لونها أسود بالشكل ده. فلما أجي هنا في الماتيريال إديتور بيقول لي أنت عاوز الشفافية عاملة إزاي. أنا مش هقول له أنا مش عاوز أستخدم الألوان دي، أنا هستخدم مابة أو صورة. فبقى بختار بضغط على حرف الإم اللي موجود هنا، ومن هنا أقول له عاوز بيت ماب، وأجي من فايل هنا أحط له المابة دي. لازم أفتح المابة دي وأقول له أوكي. لو جينا نشوفها من هنا، هنا بيبقى بريفيو صغير كده للرندر. هي مش تفرق معايا، أنا هرندر على طول. وبقت الشجرة زي ما نشوفها دلوقتي كده.
بدأت التعديلات تظهر اهي. الشجرة مبقاش فيها الفريم الأبيض اللي كان حواليها، حتى حسابات الظل بقت للشجرة بس، مبقتش موجود للبلين اللي كان بيبقى ظاهر معايا. هنا عشان أنا بضغط على الأيقونة دي، هي تبقى كده في الديفولت بتاعها. لما بضغط عليها بيديني إمكانية إن أنا وقت ما أحرك الماوس بحركه هنا يعمل لي ريندر في الجزء ده، بيمشي مع الماوس، أجي هنا ألاقيه بيمشي معايا وبيجي يرندر دي، عشان يسهل عليا لو أنا مثلا مش عاوز أرندر أو عاوز آخد بالي من نقطة معينة في أي حاجة من شاشة الرندر أو فريم الرندر. أنا بس هاجي على الشجرة ومش هتفرق معايا الجرين التانية. المهم بتظهر معايا هو عشان أنا مقدر وقت الرندر عشان تبقى بدقة شوية. المهم هي بتبقى ظاهرة بالطريقة دي بشكل شجرة طبيعي بالظل الحقيقي بتاعها حسب وجهة الشمس أو وجهة الإضاءة، وبكده نقدر نكرر العملية دي أو الموضة دي على أي صفحة إحنا عاوزينه تظهر بالشكل اللي قدامنا ده. وبكده نكون خلصنا الديفيوز، وإن شاء الله نكمل في الفيديوهات الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.